ازاي تفرق ما بين عرض يبيع وعرض يلم لايكات؟ لو العرض اللي بتقدمه بيخلي الناس تقول حلو قوي بس ما بيشتروش، فانت مش عامل عرض، انت عامل اعلان لبراندك مش لمبيعاتك. الاوفر مش يعني خصم او هديه، الاوفر هو حزمه من القيمه تتحط قدام العميل وتخليه ياخد قرار دلوقتي. ناس كتير بتخلط ما بين البراندنج مسج وما بين السيلز اوفر، ويحط لك جوده عاليه، تصميم احترافي، تواصل معنا. طب فين المحفز؟ فين الاستعجال؟ فين اللي هيخلي العميل يتحرك قبل ما ينسى اصلا انه شافك؟ خد المثال ده. كنا بنحلل خدمه لشركه بي تو بي بتقدم نظام سي ار ام للشركات العقاريه. اول نسخه من الاعلان كانت: تابع عملائك من اول اتصال لحد التوقيع في مكان واحد. جميل، تفاعل، بس مفيش ليدز جديين. غيرنا العرض السي ار ام مخصص لشركات التطوير العقاري. سجل دلوقتي وخد نسخه تجريبيه 14 يوم زائد جلسه استشاريه مع خبير عقاري لتظبيط النظام على شغلك. العرض ساري لاخر الاسبوع. النتيجه ان احنا بنفس الميزانيه، لكن الليدز اللي سجلوا فعلا كانوا حجزوا الديمو وكانوا في مرحله اتخاذ قرار. ليه؟ لان العرض اتحول من ميزه عامه لحزمه مقنعه مرتبطه باحتياج حقيقي وتوقيت. حل واضح، ميزه اضافيه قويه، عنصر استعجال، ربط مباشر بتحديات العميل اليوميه. وافتكر، الاعلان بيشد الانتباه، بس الاوفر هو اللي بيحرك الفلوس، ومفيش اعلان هيعوض عرض فاضي. ده كان رايي، والباقي قرارك. سلام يا صاحب القرار.